أهلا بيكم يا حبايبي، وحشتوني. يلا بينا في الفيديو ده نعمل كفتة الرز مع بعض. الكفتة بتتكلم اهي عن نفسها، بسم الله ما شاء الله. بس قبل ما نبدأ يلا بصباعك الجميل ده دوسي لايك واشتركي وفعلي الجرس. ليه هتتابعيني؟ عشان أنا زي ما قلتلك قبل كده بجيبلك الخلاصة. أنا بعمل الوصفة أكتر من مرة، وأنجح طريقة هي اللي بشاركها معاكم في الفيديوهات. يلا بينا نصلي على النبي ونبدأ مع بعض نعمل كفتة الرز الجميلة دي. شايفة صباع الكفتة عامل ازاي؟ ماسك نفسه ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة زي الفل، تحفة. ولا الصوص بتاعها بسم الله ما شاء الله. معانا نص كيلو لحمة مفرومة، وعليه كوباية رز غسلناها ونشفناها وطحناها ونخلناها، حوالي 200 جرام رز. وجينا بالكبة بتاعتك النظيفة الجميلة دي ونزلنا فيها ببصلة متوسطة وحوالي 7 أو 8 فصوص توم، ونزلنا بنص حزمة شبت، نص حزمة كزبرة، ونص حزمة بقدونس. عايزة تخليها حزمة كاملة مفيش مشكلة، بس شيلي العيدان وخليكي في الورق. ضربناهم مع بعض ونعمناهم كويس جدا بالشكل ده. تمام كده. هننزل عليهم بالرز المطحون المنخول، وعمالة أكد لازم ننخل الرز، وهننعمهم مع بعض. وطبعا اللون هنا باين جميل اهو، انما التصوير من فوق مش مبين اللون قوي. فكده تمام، هي بقت شبه العجينة. خلاص كده هي كده تمام. هننزل بقى بنص كيلو اللحمة المفرومة، وكمان هننزل بالتوابل بتاعتنا، طبعا ملح وفلفل أساسي، كمون وكزبرة وشطة حسب الرغبة. وهننعمهم بقى مع بعض، هنضربهم هننعمهم مع بعض تنعيمة كويسة لحد ما يبقوا عجينة بالشكل ده. هنغطيها كده بنقطتين زيت بالمنظر ده، ونسيبها في التلاجة حوالي نص ساعة قبل ما نصبعها. طيب حطيناها في التلاجة نص ساعة، خرجناها بالمنظر ده، صبعنا الكمية كلها. وطبعا في طاسة على النار معانا زيت غزير يسخن. الزيت هننزل بالكفتة بتاعتنا، هتتحمر تحميرة كويسة. انا حمرت طاسة ودي تاني طاسة. كفتة يعني بسم الله ما شاء الله، شايفة عاملة ازاي من جوه؟ ما شاء الله، تحفة تحفة. صباع الكفتة كده ماسك نفسه ومش معجن من جوه ولا كابس، ما شاء الله تحفة. طيب هنا عشان ننجز، معانا حلة هننزل فيها بمادة دهنية، وهننزل بالبصل عشان طبعا هنعمل الصوص بتاع الكفتة. في حين ان الكفتة لسه ورقة اهي بتتحمر، يعني من ده على ده على طول عشان نخلص بسرعة. قلبنا البصل دبل كده وبقى لونه ذهبي، نزلنا بالصلصة بتاعتنا او بعصير الطماطم، اي حاجة مش هتفرق. طبعا دي صلصة انا كنت مخزناها في الفريزر يعني، فانتي لو عصير طماطم مفيش اي مشكلة. ونزلنا بالملح ونزلنا بالفلفل والكمون، وحطي البهارات اللي انتي عايزاها. هنزود بس شوية مية عشان الصلصة تقيلة، ونسيبها تغلي حبتين كده ونرجع لها تاني. انا في الاثناء في الحين ده يعني انا خلصت كده الكفتة كلها. طيب رجعنا، هي كده اتسبكت بقت تمام. هنزود بقى المية المغلية بتاعتنا، مية من الكاتل على طول، مية مغلية عشان ما تاخدش وقت. هنسيبها تغلي، واول ما تغلي هننزل عليها بالكفتة. هي خلاص غليت كده، ننزل بقى بالكفتة ونسيبها حوالي من 10 دقايق لربع ساعة، او على حسب ما هتاخد معاكي، ونرجع لها تاني. عدى تقريبا ربع ساعة. بسم الله ما شاء الله، يعني بص يعني على نار بيغلي، وصباع الكفتة لسه ماسك نفسه وما فيهوش اي مشكلة وزي الفل. يعني حاجة بسم الله ما شاء الله، جربوها بجد، الطريقة دي تحفة تحفة، يعني مش هتفشل معاكي ابدا. طري وفي نفس الوقت ماسك نفسه، يعني مش ناشف ولا حاجة. هنغرف بقى الكفتة. الله ما شاء الله عليها. استمتعوا وجربوها، وما تنسوش لايك للفيديو واشتركوا في القناة وشجعوني، وكل سنة وانتم طيبين.